هل أنت متخيل إن في شخص يلخص 5 حلقات في حوالي 7 دقايق؟ النهاردة بفضل الله هخليك تشوف 5 حلقات في وقت قليل، وهوفر عليك مشاهدة فيديوهات بأجمالها قرابة ساعة. مش عارف، حاسس كأنك بتشوف مراجعه لليلة الامتحان. بس قبل ما نكمل خلينا نعمل تحدي سريع. اعمل لايك دلوقتي وكمل الفيديو للآخر، ولو في الآخر حسيت إن الفيديو ما عجبكش شيل اللايك ومفيش أي مشكلة. عارف إنك ما عملتش حاجة، بس يلا بينا نبدأ. تبدأ أحداث الفصل الأول على جزيرة المقبرة القبيحة، حيث يعيش الفتى ياكو 15 عاما وسط الروائح الكريهة والخوف من كائن مجهول في عصر جديد أعقب الحروب الكبرى ومحى أساطير القراصنة القديمة. يرفض ياكو واقع اليأس، معلنا لمرشده كيتو عن حلمه العظيم: العثور على الجزيرة المفقودة المليئة بالكنوز، ليس طمعا في المال بل لبناء وطن آمن وجميل ينهي معاناة الناس. يستمد ياكو ثقته من قوة نبات البالون التي اكتسبها، ورغم تحذير كيتو بضرورة البقاء شهرا إضافيا للتدريب يدفعه تهوره للرحيل سرا في الصباح التالي. انطلق ياكو محلقا فوق البحر، لكن طموحه الجامح اصطدم بإعصار مدمر في عرض المحيط، وبدلا من التراجع واجه العاصفة بحماس طائش لينتهي به الأمر فاقدا للوعي ومقذوفا في قلب الإعصار نحو مجهول قد يغير مسار رحلته تماما. الفصل الثاني. يستيقظ ياكو على جزيرة غامضة بعدما قذفه الإعصار، ليجد نفسه في بيئة وحشية تسكنها ديناصورات وبط عملاق. هناك يلتقي بجومو، وهو شخص هادئ ومحلل يمتلك قدرة التحكم في المعدن. تبدأ معركة شرسة يواجه فيها ياكو خطر الموت، مما يضطره لاستخدام قوة نبات البالون بشكل غريزي، فينفذ تقنيات المراوغة والدرع، وينتهي به الأمر بإطلاق كرة البالون الهائلة التي تشتت الوحوش وتنقذه من حصارهم. بعد المعركة يوضح جومو لياكو أن قوته تعتمد على نظام تكيف بيولوجي معقد، وأنه لا يزال في المستوى الأول. يؤكد له أن الاعتماد على القوة الخام والاستنزاف البدني لن يسعفه في العالم الخارجي القاسي. يقرر ياكو بتوجيه من جومو استغلال وحوش الجزيرة كشركاء في تدريب مكثف لصقل مهاراته والعبور إلى مستويات القوة التالية. ينتهي الفصل بتحول يأس ياكو إلى تصميم حديدي على خوض التدريب الشاق لتحقيق حلمه. الفصل الثالث. يبدأ الفصل الثالث بانهيار ياكو جسديا بعد معركته الأولى، حيث يشرح له جومو نظام التكيف البيولوجي الذي يحكم قوى الطعام في هذا العصر. يوضح جومو أن قوة البالون تتطور عبر 7 مستويات، وأن ياكو في مستواه الأول يمتلك قدرتين أساسيتين، لكن يمكنه بالتدريب المكثف استخراج الطاقة الكاملة للمستوى عبر تطوير حتى 5 قدرات قبل العبور للمستوى التالي. يقضي ياكو شهرين في تدريبات شاقة تحت إشراف جومو، محولا حركاته العشوائية إلى ضربات مهندسة وموجهة، وخلال ذلك يكشف له جومو عن أسرار قتالية خطيرة: التعزيز المؤقت، تناول طعام جديد بعد النصر للحصول على قوة إضافية لقتال واحد، الطاقة المجمعة، الامتناع عن الأكل لتجميع طاقة الخصوم وإطلاقها دفعة واحدة كقوة تدميرية هائلة، لكن ثمنها فادح حيث تقتطع سنوات من عمر المستخدم. الأبطال الثلاثة، الأشخاص الوحيدون الذين دمجوا قوتي طعام بشكل دائم، وهم سيمبو، كيس وسلطانة. تنتهي الأحداث بصدمة مروعة، حيث تصل رسالة عبر طائر تكشف عن دمار شامل لجزيرة المقبرة، موطن ياكو، وتحولها إلى رماد معدني، مما يترك ياكو في حالة من الذهول والرعب. الفصل الرابع. تبدأ أحداث الفصل الرابع بصدمة ياكو حين يخبره جومو أن جزيرته دمرت على يد السياف جادي، عضو القيادة العليا، أقوى سلطة عسكرية. يشتعل ياكو غضبا ويقرر مواجهته فورا، ورغم تحذيرات جومو بأن ميزان القوة يميل لجادي كليا، إلا أن تصميم ياكو يدفعهما للإبحار بحثا عن العدو في سفينة صغيرة.
في عرض البحر يختبر ياكو مشاعر الحزن واللوم الذاتي، لكن جومو يساعده على تحويل ألمه إلى قوة لبناء هيكله الداخلي وحلمه الجديد. وفي لحظة عفوية يرسم ياكو طاقم الجزيرة الذي يضمهما معا، معبرا عن رغبته في ضم سياف قوي حتى لو كان جادي نفسه بعد هزيمته واعتذاره. يضحك جومو من سذاجة الفتى، لكنه يدرك أن هذا الشغف النقي هو العامل الوحيد الذي لا تخضع نتائجه للحسابات المنطقية، لينتهي الفصل بإبحارهما نحو القاعدة المعدنية لمواجهة الواقع القاسي. الفصل الخامس. في الفصل الخامس ينقذ ياكو وجومو شابا غريقا يدعى فورد، ليكتشفا أنه ابن الخضر، أحد قادة القيادة العليا. يروي فورد قصة نفيه بعدما هزم والده، ويكشف عن قوته الفريدة الناتجة عن أكل المسدسات بفضل أسنان حديدية اخترعها العبقري تامر، وتدريبه على يد الأسطورة يورا. يمنح فورد رفاقه لاصقات حسية تخفي طعم طعامهم المقزز، نبات البالون والمعدن، لكنه يحذرهم من خطرها الذي تسبب في فقدان الأميرة هند لحواسها. يقرر فورد الانضمام لطاقم ياكو، معتبرا مواجهة جادي فرصة لتسوية حساباته مع النظام وإثبات قوته. رغم تحذيرات جومو المنطقية من خطورة الحصن المعدني لجادي، يصر ياكو على المضي قدما بدافع الانتقام لحلم جزيرته المدمرة. ينتهي الفصل بتشكل النواة الحقيقية لطاقم الجزيرة، حيث يبحر الثلاثة معا بعزم جديد نحو مواجهة جادي في معركة غير متكافئة. وبكده نكون خلصنا ال5 حلقات. لو حابب تكملة سريعة اشترك وخليك جاهز للحلقة الجاية. نشوفك في الفيديو اللي بعده.